ثانيا هي حاجة خطرة عليك انت كطالب. ثالثا حاجة مكلفة ومفيش داعي ليها في اغلب الاحيان، فانت بتاخد حق طالب اخر على الطب او الاسنان او الصيدلة. ادرس في مصر افضل او في بلدك الام، وبمجموع برضو فوق ال50% تقدر تدرس في طالب بتفكر تقرر هل هدرس برضو في جامعة حكومية او جامعة خاصة. اللي قرر النقطة دي، لكن بعض الجامعات مع الاسف وبرضو ما اقدرش اكشف النقطة دي خالص، عشان دي الحتة دي برضو لازم اقولها، لان مش اي حد هيقولها اصلا اطلاقا. يعني انا ما اعتقدش ان في حد هيقول لك النقطه دي، وهي ان السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم فيه عن موضوع مهم جدا جدا، وهو تدرس في جامعه حكوميه ولا جامعه خاصه هنا في تركيا. وطبعا في الفيديو ده انا هكلمكم فيه بكل صراحه بدون انحيازيه لاي طرف من الاثنين، سواء جامعه حكوميه او جامعه خاصه. يعني مش هعمل زي بعض المكاتب او الشركات اللي هو يعني بيخليك تخاف من الجامعات الحكوميه، او يبين لك خلاص ان مفيش امل في الجامعات الحكوميه التركيه عشان تقدم في الجامعه الخاصه. لان مكاسب الجامعات الخاصه طبعا للمكاتب والشركات بتكون ضخمه وكبيره جدا غير الجامعات الحكوميه، فمكاسب الجامعات الحكوميه بحاجات بسيطه جدا يعني. فهنشوف دلوقتي الموضوع ده، وهو تدرس في جامعة حكومية ولا جامعة خاصة. طبعا بكل صراحة وباللي فيه الخير للطالب نفسه بإذن الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وحطوا لايك للفيديو لو أعجبكم، واكتبوا لي في التعليقات آرائكم في الفيديوهات اللي أنا بقدمها، والحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها عن تركيا أو تشوفوها من تركيا في الفيديوهات الجاية بإذن الله. نيجي للفيديو بتاعنا. طيب دلوقتي انت خلاص قررت انك تدرس هنا في تركيا، ودلوقتي بتفكر تدرس في جامعة حكومية ولا جامعة خاصة. دخلت كلمت شركات وكلمت مكاتب وكلمت أشخاص ومعرفش، بيقولك لأ أنت مجموعك صعب تتقبل بيه في جامعة حكومية. فالحل إيه؟ طيب الحل إنك تدرس في جامعة خاصة، لأن الجامعة الخاصة بتقبل من أي مجموع 50%، تخش جامعة خاصة تخش التخصص اللي أنت عايزه. هنيجي دلوقتي نقارن بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، عشان أنت كطالب تعرف الأفضل ليك والأنسب ليك اللي أنت تقدر تقدم عليه. بالنسبة للجامعات الحكومية، فالجامعات الحكومية بتشترط مجموع، لكن طبعا مش زي اشتراط المجموع بتاع التنسيق في مصر أو أي دولة تانية. على سبيل المثال هنا في تركيا بمجموع 80% تقدر تدرس علاج طبيعي في الجامعات الحكومية، وبمجموع برضو 70% تقدر تدرس هندسات في الجامعات الحكومية، وبمجموع برضو فوق 50% تقدر تدرس في باقي الكليات في الجامعات الحكومية. ففي النقطة دي مفيش أي مشاكل خالص في القبول، لو مجموعك في الحدود دي تقدر تدرس في الجامعات الحكومية. طيب بالنسبة للطب والأسنان والصيدلة، بالنسبة للطب والأسنان والصيدلة لو أنت بتفكر تدرس في تركيا طب وأسنان وصيدلة، فما انصحكش إطلاقا إنك تدرس في تركيا سواء في الجامعات الخاصة أو الجامعات الحكومية. وده لأن أصلا في الجامعات الحكومية بيشترطوا اليوس أو السات، وفي الجامعات الخاصة مفيش لا اشتراط يوس ولا سات، وكمان بيقبلوا ال50%. لكن في الجامعات الخاصة مصاريف الطب والأسنان والصيدلة بتبدأ من 10,000 دولار، فأنا شايف إن هو مبلغ كبير. فأنت لو خلاص مصر على الطب أو الأسنان أو الصيدلة، ادرس في مصر أفضل أو في بلدك الأم، لأن الأسعار هناك في الجامعات الأهلية أو الجامعات الخاصة تعتبر نصف الأسعار بتاعة الجامعات الحكومية. لأن أسعار الطب والأسنان والصيدلة في الجامعات الحكومية حتى هنا في تركيا بتبدأ من 3500 دولار للسنة، فأنا شايف إنه سعر مبالغ. وكمان بتحتاج يوس أو سات في الجامعات الحكومية، ومبلغ طبعا 3 أضعاف المبلغ بتاع الجامعات الحكومية في الجامعات الخاصة. لكن طيب لو عايز أدرس حاجة طبية وكمان في تركيا وكمان في الجامعات الحكومية، أقدر أدرس إيه؟ طيب تقدر تدرس علاج طبيعي أو علاج الحمية والتغذية أو علاج تطوير الطفل أو علاج النطق والكلام. دي كلها تخصصات طبية متاحة هنا بمجموع 80%، وممكن كمان بعض التخصصات مجموع 75%. وعلى سبيل المثال أنا اتقبلت في بعض الجامعات لما كنت بقدم لنفسي تخصص علاج طبيعي من مجموع 75% في جامعة حكومية، وكمان أسعارها رخيصة. بالنسبة للمصاريف بتاعة الجامعات الحكومية، مصاريف الجامعات الحكومية بتبدأ من 600 دولار إلى 1400 دولار في السنة. ده متوسط الأسعار لكل التخصصات في الجامعات الحكومية. طيب بالنسبة للسنة التحضيرية اللي هي سنة اللغة التركية، فهي سعرها بيتراوح بين 600 دولار إلى 1000 دولار، لا تزيد عن 1000 دولار. ده طبعا في كل الجامعات الحكومية التركية. هنا في بعض جامعات قليلة جدا جدا، يتعدوا على أصابع 4 أو 5 جامعات فيهم سعر اللغة بس مبالغ فيه. لكن في معظم الجامعات هنا من 600 ل 1000 دولار للخمس مستويات للغة التركية. طيب بالنسبة للاعتماد بتاع الجامعات الحكومية هنا في تركيا، فكل الجامعات التركية الحكومية معتمدة سواء في مصر أو في دول الخليج أو في دول الاتحاد الأوروبي. واللي يثبت لك ده كمان إن
معظم الجامعات او بنسبة 99% من الجامعات الحكومية التركية يتاح فيها برنامج إراسموس. برنامج إراسموس هو برنامج التبادل الطلابي بين الطلاب في تركيا والطلاب كمان في أوروبا. فبالنسبة للاعتماد فمعتمدة. طيب بالنسبة للدراسة نفسها أو جودة التعليم في الجامعات الحكومية، بالنسبة لجودة التعليم في الجامعات الحكومية فهي يعتبر كويسة جدا. لكن هل أحسن من الجامعات الخاصة؟ ما اعتقدش ان الجامعات الخاصة احسن من الجامعات الحكومية. تعالوا نروح دلوقتي للجامعات الخاصة هنا في تركيا. فالجامعات الخاصة هنا في تركيا بالنسبة للقبول فبتقبل بمجموع 50% بدون اشتراط للمجموع. بالنسبة للأسعار في الجامعات الخاصة فمعظم التخصصات بتبدأ من 1500 دولار. ده لمعظم التخصصات عدا تخصصات الطب والأسنان والصيدلة. بالنسبة للطب البشري في الجامعات الخاصة بيبدأ من 10,000 دولار للسنة الواحدة. بالنسبة للأسنان بتبدأ من 8000 دولار للسنة الواحدة. بالنسبة للصيدلة تبدأ من 6000 دولار للسنة الواحدة. بالنسبة للعلاج الطبيعي بيبدأ من 2000 دولار للسنة الواحدة. بالنسبة برضو للتخصصات الهندسية بتبدأ من 2000 دولار برضو للسنة الواحدة. بالنسبة لباقي التخصصات بتبدأ من 1500 دولار للسنة الواحدة. دي أسعار التخصصات في الجامعات الخاصة. بالنسبة للاعتماد بتاع الجامعات الخاصة فبرضه 90% من الجامعات الخاصة معتمدة في مصر ودول الخليج وكمان أوروبا. فبالنسبة برضه للاعتماد فالموضوع مش مختلف. طيب هنيجي دلوقتي للجامعات الخاصة جودة التعليم فيها. بعض الجامعات الخاصة فيها جودة تعليم تفوق الجامعات الحكومية، لكن كل ما كان جودة التعليم في الجامعات الخاصة أعلى وأعلى من الجامعات الحكومية كمان هيكون السعر أعلى وأعلى وأعلى بكتير جدا. ده شيء أكيد طبعا. فبعض الجامعات في الجامعات الخاصة في فعلا جودة التعليم فيها كويسة، لكن معظمها برضو واللي هو بيكون السعر بتاعها ممكن لحد ما بسيط، فدول بيكون جودة التعليم فيهم مش أحسن حاجة والجامعات الحكومية أفضل منهم. طيب دلوقتي أنت كطالب بتفكر تقرر هل هدرس برضه في جامعة حكومية أو جامعة خاصة. اللي قرر النقطة دي القبول بتاعك أو المجموع بتاعك، سواء إذا كان مجموعك هيدخلك كلية حكومية أو لأ. وزي ما أنا قلت لك طالما المجموع بتاعك يدخلك جامعة حكومية ما أظنش إن في داعي إن أنت تدرس مثلا في جامعة خاصة وتدفع لك مبلغ مثلا مبالغ فيه. فرينج الأسعار في الجامعات الحكومية أرخص بكتير جدا من الجامعات الخاصة. جودة التعليم كويسة، القبول برضه متاح القبول، لكن خد بالك من المجموع بتاعك برضه. الجامعات الخاصة ممكن تخليها خيار تاني لو المجموع بتاعك ما دخلكش الكلية اللي انت عايزها في الجامعات الحكومية. برضو نقطة تانية أنا ما وضحتهاش بالنسبة للأسعار في الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة. بالنسبة للأسعار في الجامعات الحكومية فأنت بتدفع مصاريف اللغة طبعا. بعض الجامعات بتخليك تدفع مصاريف اللغة مستوى أو مستويين أو 3 مستويات أو المستويات كلها مرة واحدة. وبالنسبة لمصاريف التخصص في الجامعات الحكومية بتدفعها على ترمين، يعني في الترم الأول بتدفع نصف المبلغ. لو مصاريفك في الجامعة الحكومية 800 دولار فبتدفع في الترم الأول 400 دولار وفي الترم الثاني 400 دولار. في الجامعات الخاصة برضو متاح منح. في الجامعات الخاصة منح جزئية. انا الموضوع المنح ده عاجبني جدا وحلو جدا وبرشحه برضو للطلاب. ليه؟ لان موضوع المنح ده احيانا بيخليك تدرس التخصص بتاعك بسعر اقل من الجامعات الحكومية. على سبيل المثال لما انت تخش مثلا جامعة خاصة تدرس فيها بمنحة جزئية اللي هي بتكون شاملة سنين الدراسة كاملة زائد سنة اللغة سواء انجليزية او تركية وبسعر مخفض، لكن وقتها بتدفع طبعا المبلغ كامل. فمثلا على سبيل المثال لو انت حابب مثلا تدرس هندسة في بعض الجامعات منح موجودة ب 4000 دولار شاملة كل سنين الدراسة زائد سنة اللغة التركية. فيعتبر حاجة كويسة جدا انك تدخل مثلا جامعة تدفع فيها، يعني انت كده مثلا السنة ممكن ب 800 دولار او 850 دولار. وبرضه خد بالك من نقطة معينة عشان دي الحتة دي برضه لازم اقولها، لان مش اي حد هيقولها اصلا اطلاقا. يعني انا ما اعتقدش ان في حد هيقول لك النقطة دي، وهي ان في بعض الجامعات الخاصة اللي بيقدموا المنح الجزئية بعد ما بيقدموا المنح الجزئية يعني زي ما تقول مثلا يفرزوا الطلاب اللي هم جايين بالمنح الجزئية دي ويسقطوهم. وده طبعا يسقطوهم ليه؟ عشان يعيدوا السنة الدراسية ويدفعوا مصاريف تاني. فخد بالك كويس جدا انت هتقدم برضو في انهي جامعة، لان الموضوع مقلق. فخد بالك كويس جدا. انا مش هقدر طبعا اقول اسماء جامعات لان ما ينفعش. فاللي انا بقوله لك بس انك تاخد بالك حاجات مهمة خد بالك منها كويس جدا سواء للجامعات الحكومية او الجامعات الخاصة. اولا ان الجامعات الخاصة مفيش ليها اي رسوم تقديم اطلاقا.
اي حد يقول لك في رسوم للتقديم في الجامعات الخاصه فاعرف ان هو بينصب عليك، لان الجامعات الخاصه السيستم بتاعها مع المكاتب او الشركات ان المكتب او الشركه بيكون متعاقد مع الجامعه بنسبه عموله، ونسبه العموله دي الشخص ده بياخدها من الجامعه نفسها مش من الطالب. فعشان كده كل المكاتب اللي انا اعرفها شخصيا بتقدم للطلاب على الجامعات الخاصه مجانا بالكامل، ما بياخدوش عموله على التقديم على الجامعات الخاصة إطلاقا. وأنا نفسي برضو لما بقدم للطلاب على الجامعات الخاصة بصفر عمولة. خد بالك كويس جدا إن محدش يطلب منك عمولة على التقديم في الجامعات الخاصة. بالنسبة للتقديم في الجامعات الحكومية ففي رسوم تقديم، وطبعا رسوم التقديم دي كل شخص أو كل مكتب أو كل شركة بيحددها على حسب خدماته هو. لكن لو سعر التقديم زاد عن $300 فاعرف ان السعر مبالغ فيه مش اكتر. بالنسبه برضو للجامعات الحكوميه في نقطه مهمه جدا 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 عايزك تاخد بالك منها، وهي نقطه شراء المقاعد. بالنسبه لنقطه شراء المقاعد فهي حكمها من الدين، دي اول حاجه خالص محرمه. ثانيا هي حاجه خطره عليك انت كطالب. ثالثا حاجه مكلفه ومفيش داعي ليها في اغلب الاحيان، فانت بتاخد حق طالب اخر ممكن يكون ذاكر واجتهد عشان يدخل بحاجه اسمها اليوس او السات، وانت بعدين بتيجي تشتري المقعد بتاعه بالرشوه، والموضوع عشان كده حرام. فخد بالك كويس جدا من الموضوع ده، لانك هتبقى خلاص اتخرجت بالحرام وخلاص هتكسب فلوسك بعدين من شغلك اللي انت درسته في الكليه بالحرام برضه. خد بالك كويس جدا من النقطه دي، لان موضوع شراء المقاعد حتى هنا في تركيا ممنوع، ولكن بعض الجامعات مع الاسف وبرضه ما اقدرش اكشف النقطه دي خالص لان الموضوع ممكن يضرنا. فبعض الجامعات والجامعات مش قليله برضه بيبيعوا مقاعد، وبعض الشركات وبعض المكاتب كتير جدا جدا بيشتغلوا في بيع المقاعد، واقل مقعد على ما اذكر ممكن يكلف الطالب مثلا في حدود $1000. فاجتنب لو حد قالك ان المقعد جاهز او القبول مضمون، اعرف ان هو هيشتري لك مقعد هيطلب منك $1000 او $500 للتقديم، فمعناها كده ان المبلغ ده لانه مبلغ مبالغ فيه زي ما انا قلت لك، لو المبلغ زاد عن $300 من اي مكتب او اي شركه او اي شخص فاعرف ان المبلغ مبالغ فيه، ولو زاد عن الحد ده فاعرف ان هو هيشتري لك مقعد لو قال لك القبول بتاعك مضمون. لان معنى القبول بتاعك مضمون معناها ان مفيش نسبه للرفض، وفي الجامعات الحكوميه مفيش الكلام ده. في الجامعات الحكوميه 100% في نسبه للرفض، لان الجامعات الحكوميه التعامل بتاعها في التقديم مختلف تماما عن الجامعات الخاصه. الجامعات الخاصه نسبه القبول بتاعتك تمام مضمونه 100%، لكن في الجامعات الحكوميه نسبه القبول مش مضمونه 100%، لان في عوامل تانية كتير جدا بتاثر على القبول. وعشان كده انا لما بقدم للطلاب بقدم لهم على كل الجامعات الحكوميه اللي بتفتح، عشان لو الطالب رفض في جامعه او اتنين او تلاتة فقصادهم بيتقبل في 5 جامعات تانيين. فعشان كده لو حد قال لك قبول مضمون رسوم تقديم زادت عن $300 او قال لك 500 او $1000 فاعرف شراء مقعد، شراء المقعد حرام، شراء المقعد خطر عليك هنا في تركيا ممكن تترحل لو اكتشفت. فاجتنب الموضوع ده. وطبعا ده فيديو الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه، تختار انهي واحده فيهم القرار يرجع لك انت على حسب الباكج بتاعتك اللي انت تقدر تدفعه هنا في الدراسه في تركيا، وعلى حسب المجموع بتاعك. لكن لو هتدرس طب او اسنان او صيدله انصحك نصيحه اخويه كمل في مصر. لو عايز علاج طبيعي تعالى الجامعات الحكوميه هنا في تركيا بتقبل من 80%، لو عايز علاج طبيعي خش الجامعات الخاصه هنا في تركيا بتقبل من 50% وباسعار $2000 للسنه الواحده. فما انصحكش بالطب والاسنان والصيدله هنا في تركيا، لانك هتكلف نفسك وهتدرس مثلا يوس او سات وتخش جامعه حكوميه، وبعدين هتلاقي المصاريف بتاعه الجامعه الحكوميه غاليه جدا. فكمل في مصر، نصف الاسعار او نصف المبلغ، نصف التكلفه بتاعه الجامعات الحكوميه بتلاقيها في الجامعات الاهليه والخاصه في مصر. طبعا لو حابب تقدم على الجامعات الحكوميه او الجامعات الخاصه تقدر تتواصل معايا مباشره من رقم الواتساب اللي انا هسيبه لك في وصف الفيديو او اللي هيظهر على شاشه الفيديو هنا، ونبدا مع بعض رحله التقديم والدراسه هنا في تركيا. واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وحطوا لايك للفيديو، واكتبوا لي في التعليقات ارائكم في الفيديو وكمان الحاجات اللي انتوا عايزين تشوفوها من تركيا في الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.